الإخوان، السلام عليكم، رمضان مبارك، بالصحة والهنا إن شاء الله. وفقط نوري لكم شي حاجة هنا في الإنجليز في لندن، في المحلات التجارية المسمى بليدل ألمانيا. الديسير ديال المغرب هو سميتو بلاك بيريز والتوت. شحال كيسوا؟ 1 باوند 89 1 باوند 89 تقريبا 25 درهم، المهم 26 درهم 27 درهم تقريبا. كذلك هو كنشوفوا هنايا مثلا عاود هذا سميتو راسبيريز، هو من المغرب، فهمتيني. كذلك الاخوان لاحظت من خلال كنتسال انا كنشوف الخضار والديسير وكذا. هانتوما طوماطيش بيبي بلام توماتو، هو من المغرب موروكو. شحال الثمن؟ انت بيبي بلام توماتو 89 بنس. باش تشوفوا يعني المغرب كيصدر كاع داكشي اللي كينتج في المغرب كيصدروا لاوروبا، وكيخلي الاسعار كتطلع صاروخيه في المغرب. وقدره الشراء المواطن المغربي ما كيحاولش يشري داكشي اللي كتقدم له السوق، لان كلشي كيتصدر هنا. دابا شوفي وصلت السلعه حتى للانجليز. اذا وصلت السلعه حتى للانجليز، راه اسبانيا، الالمان، فرنسا، الاتحاد الاوروبي كامل. والمغرب المغاربه كيعانيو بالاسعار الخياليه ديال البصله ديال كذا. اذا هي طوماطيش كتباع هنا ب 89 بنس، يعني بالنسبه لينا حنايا والو كاع، يعني بحال باطل كاع. هي البطاطا نقيه مغسوله، هي 750 غرام 99 بنس. 99 بنس بالنسبه للمواطن البريطاني اللي كياخذ تقريبا 1,800,000 فرانك في السميك ديالو في الشهر، كيشري بطاطا ب 750. دولة يعني غنية. ها هي كيجيبوا البطاطا من برا كدير 99 بنس تقريبا، يعني 11 درهم. بالنسبه ل 11 درهم 99 بنس في البريطاني يعني والو كاع. وما بالك في المغرب هي 12 درهم 10 درهم. بالنسبه للبصله، ها هي جميع انواع البصله. البصله نعم سيدي كتسوى 99 بنس، 11 درهم ولا 12 درهم، يعني نقيه. بالنسبه للمواطن البريطاني 99 بنس بحال 100 ريال، سميتها 100 ريال ولا 2 ريال ولا 5 ريال 50 ريال، بحال والو بالنسبه للمواطن البريطاني. يشري 3 نقيه هذه باش يستعملها رخيصه. اذا اخوان واخوات، يعني الحكومه كتحمل مسؤوليه في عدم توفير ديال الاكتفاء الذاتي للخضار المغاربه، وبالتالي ان جميع الانتاج ديال الخضار اللي كيكون في المغرب، الاقطاعيين الكبار اللي كيستافدوا من هذا الشيء ديال الحكومه، وهذا كيصدروا هذا الشيء كامل، هذيك الخضره وكذا كيصدروها لاوروبا، وكيبقى تمع الفتات. الفتات يعني العرض كبير والطلب صغير، وكتزاد الاثمنه بطريقه وباخرى. اذا ها فهمتوا دابا كيفاش اللعب كيفاش كيتمشى. اذا تحياتي لكم، رمضان كريم، وتتمنى لكم بالشفاء، ولي مريض الله يشافيه، ولي بالصحه والسلامه ان شاء الله. تحياتي لكم.